السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانين بخير. كنتمنى هاد الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال. اليوم البنات جيت نوجد معكم الكوفيتير بالتفاح والليمون. تبعوا معايا المقادير وطريقه التحضير. البنات عندي واحد 2 كيلو بين التفاح والليمون. كنشدهم نغسلهم مزيان. حنا كندوزو نديرو في واحد الشبكه يتسقطرو وكنبداو العمليه ديال التنقيه. كنقيو الليمون مزيان حتى نقيوه كامل ونحيدو ليه هادوك الخويطات اللي لداخل اللي كيكونوا بيضين. هما كيف ما كتشوفوا نقيوه مزيان. نحاولوا نقيوه حيت هو كيف ما كتشوفوا الليمون صغير عنده القشره رقيقه شويه. يمكن يخدم مني شويه الوقت ولكن ماشي مشكل. حتى الكوفيتير ديالو راه كيجي واعر وكيجي بنين بزاف. غير جربوها البنات راه ما غتندموش عليه. ودابا كملنا الليمون غندوزو للتفاح حتى هو كندوزو نقيوه. نديروهش البنات بالقشره ديالو باش ما يبقاوش لينا دوك القشور في الكوفيتير. نقيوه ونقطعوه طريفات صغار. قطعوه بحال طريفات صغار باش منين نجيو نطحنوه ما يبقاوش لينا الطروفه. باش ما يبقاوش لينا الطروفه كبار في الكوفيتير. عفوا. ندوزو نقيوه كامل. ها هي كيف ما كتشوفوا حنا نقيناه وقطعناه كامل طريفات صغار. غندوز دابا باش نطحن هذاك الليمون. نطحنو بوحدو. صافي نطحنو حتى يطحن مزيان ونرجع معاكم. دابا انا كبيتو في كاسرونه وصفيته بالصفايه وكنمعكم مزيان بهذيك المغرفه باش كيبقاو ليا داك كلشي، هذوك الخيوطه وهذاك القشور كلشي كيبقى ليا الفوق. دابا كنحركو. غنزيد عليه التفاح. دابا عاد غنرجع نطحن كلشي. نطحن الليمون والتفاح دابا. نكملو في الطحانه تنطحنو مزيان. دابا غادي نرجع نردو لهاديك الكاسرونه. وغادا نزيد عليه دابا السنيده. نزيد عليه زلافه تاع السنيده. كل واحد يدير السنيده على حساب الذوق. نخلطها مزيان. نخلطو مزيان كيف ما كتشوفوا راه كلشي طحن مزيان. التفاح ما بقاش فيه كاع هذاك، ما بقاو فيه لا حبيبات لا والو. دابا غادا نغطيه ونخليه ليله كامله. هانتوما كيف ما كتشوفوا. دابا غنغطيه ونخليه ليله كامله وعاد ديك الساعه نرجع معاكم. دابا بعد ما بات ليله كامله انا دابا درتو يطيب. كيف ما كتشوفوا يلا طلعت فيه الغليه الاولى. كنحركوه مزيان. ملي كطلع فيه الغليه الاولى كنقصوا البوطه. هيا كيف ما كتشوفوا دابا راه طاب. ديما نقصوا البوطه عليه باش كيعطينا القوام هو هذاك. ها هو كيف ما كتشوفوا دابا طاب. راه الشكل ديالو جا زوين بزاف والمذاق حتى هو جا خطير. ودابا غادا نكبو في القرعه. من بعد ما برد خليته تبرد مزيان عاد غادا نكبو في القراعي.
دابا بعد ما كبيته في القراعي، ها هو اللي خرج ليا هاد 2 قراعي. شوفوا القوام ديالو كي كيجي، راه كيجي زوين بزاف. كنتمنى تجربوه ويعجبكم، وإلا عجبكم ما تنسونيش من جيم وابوني. وشكرا على المتابعة، والى اللقاء الى فيديو قادم ان شاء الله.